طبعا بالنسبة لفريق الحدود الذي لعب مع أربيل وانتهت سلبية، وبالنسبة لفريق نوروز الذي فاز على نفط الوسط ب4 أهداف مقابل 3، وبالتالي 3 تغييرات شملت التشكيلة الأساسية التي لعبت آخر مباراة في سياسة التدوير. يحاول هنا تمريرة العالية لكن رأسية والإبعاد من أحمد خالد. بكر عطوان يبحث عن تصويب، صوب الكرة، يا الله، أولى الكرات الخطيرة من فريق الحدود عن طريق بكر عطوان صاحب التصويبات القوية. نعم، لديه إمكانية التصويب ومهارة التسديد. حاول التسديد في القدم اليسرى الغير مفضلة لهذا اللاعب، لكن أيضا كانت تسديدة قوية، لكن عالت العارضة أولى الكرات، لكن عدل ستار ياسين، تصويبة ستار ياسين مسافة بعيدة، يا الله على هذه المحاولة، محاولة جيدة من ستار ياسين من مسافة بعيدة تقريبا 40 ياردة من هذا اللاعب ستار ياسين الذي يمتلك هدف وحيد سجله في مرمى الزوراء. افتك الكرة، يبحث عن هجوم مرتد، مرر الكرة لمن؟ لإبراهيم توميو. إبراهيم توميو قريب عليه محمود خضير. إبراهيم توميو يبحث عن تصويبة، يا الله، جول 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 الإبراهيم توميو النيجيري الذي يسجل هدف جميل وجميل جدا، وفي الوقت القاتل من الشوط الأول في الدقيقة الرابعة بعد 45، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. إبراهيم توميو الذي انطلق ومر ودخل منطقة الجزاء وعمل زاوية للتصويب وصوب بالزاوية الصعبة على صقر عجيل، صعبة جدا على صقر عجيل. نعم بأقصى الزاوية اليسرى لصقر عجيل. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقيين، نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني. صقر عجيل، محمود خضير، هنا المحاولة المرور من سابسون، لكن قطع الكرة من ستار ياسين. ستار ياسين يتلاعب بالكرة داخل منطقة المحاولة، يا الله، داخل منطقة الجزاء. أكيد يعني صعبة جدا. عادي كريم، لكن لمسة بسيطة لمجتبى محمد. دلاور دوكاني يلعب الكرة العالية، وهنا الابعاد من علي كريم متراجع لتصويبه، يا الله، من ايفاني ابعدها القائم الايمن لفريق نوروز. والان صقر عجيل يبعد تصويبه ايفاني على الطاير. دلاور تمريره باتجاه ابراهيم توميو، كرة الخطيرة، صقر عجيل يتألق امام النيجيري توميو الذي كاد ان يسجل هدف الثاني في مرمى الحدود، في مرمى هذا الحارس صقر عجيل، لكن تألق صقر عجيل في هذه اللقطة. شاهد تمريرة دلاور، طبعا اللاعب محمد دلاور لديه الكرة العالية الآن داخل منطقة الجزاء، البحث عن تصويب إبراهيم غازي، يا الله، جول لمصلحة الحدود عن طريق إبراهيم غازي الذي يسجل في الدقيقة 69، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال كونه لاعب سابق كان مع نادي نوروز، ويسجل هدف بتصويبة قوية بعد عقم تهديفي طويل جدا. يعني نتكلم عن 371 دقيقة وضيف لها 69 دقيقة، يعني 440 دقيقة حتى استطاع فريق الحدود أن يسجل هدف عن طريق هدافه إبراهيم غازي الذي يسجل الهدف رقم 13 في هذا الموسم. إبراهيم غازي تصويبة قوية جدا بسبب إصابة عباس عادل. كرار يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية، يا الله، قلب فيها المباراة هذا الرجل إبراهيم غازي، قلب الأمور في هذا اللقاء لمروان حسين. هنا الإعادة وإبراهيم غازي رأسية جميلة، لقطة صعبة لكن أعتقد متقدم. نعم تم إلغاء الهدف،
تم إلغاء هدف إبراهيم غازي. تمريرات جميلة لمصلحة فريق نوروز، وصلت لمحمد سامي، تمريرة جميلة لستار ياسين، يلعب الكرة العرضية، هنا الراسية، يا الله لإبراهيم توميو، لكن هجمة تدرس من فريق نوروز بعد تمريرات جميلة من جهة اليمين، ومحمد سامي لعب كرة مميزة للمتقدم ستار ياسين، يلعب الكرة العرضية بالمقاس لإبراهيم توميو الذي لعب الكرة الرأسية، لكن مرت إيفاني إلى محمد سامي، تمرير لإبراهيم توميو الخطير، قريب عليه محمود خضير، توميو مع الكرة، مار توميو داخل منطقة الجزاء، لعب الكرة الخطيرة وابعاد الكرة من دلاهي. شاهد هنا التمريرة الجميلة لمحمد سامي باتجاه إبراهيم توميو، عانى محمود خضير، عانى محمود خضير أمام إبراهيم توميو، لعب الكرة لولا دلاهي، الكرة لم تدخل المرمى سوف تصل لمروان حسين. مرتضى اللاعب الأشول يحاول التمرير إلى علي كريم، مرتضى لعلي كريم، البحث الآن عن التصويب، هل يصوب حسين جبار؟ يا الله، جول جول جول، الحدود، الحدود تعبر حدود نوروز وتقلب الطاولة على أبناء السليمانية، أبناء السليمانية بعدما كانوا متقدمين بهدف. الحدود في الشوط الثاني يسجل الآن الهدف الثاني عن طريق البديل حسين جبار، صوب بالزاوية اليمنى للحارس مجتبى محمد الذي وقف متفرجا لمشاهدة هذه الكرة كيف تدخل شباكه. صقر عجيل، هنا الكرة العالية والابعاد من صقر عجيل، وهناك خطأ أم أنهى اللقاء حكم اللقاء؟ نعم أنهى اللقاء حكم اللقاء علي أحمد بفوز فريق الحدود على فريق نوروز بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم نوروز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدأ نضاع في الشوط الأول، وعاد الحدود وقلب النتيجة في الشوط الثاني بعد هدف أول عن طريق إبراهيم غازي في الدقيقة 69، والهدف الثاني في وقت قاتل في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب حسين جبار. مبارك للحدود وهارد لك لنوروز. أحبتي المشاهدين تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله في لقاءات قادمة.